تعالى اشرح لك زراير ريموت تكييف شارب كل واحد بيعمل ايه. كول هنا عشان اشغل الوضع التبريد، اما هيت عشان اشغل وضع التدفئه، اما تمبريتشر ده عشان ازود او اتحكم في درجه الحراره سواء ان انا هقللها او هزودها، اما الاوتو هنا بشغل الوضع التشغيل التلقائي اللي فيه التكييف بيحدد افضل الاعدادات بنفسه، اما الدراي ده عشان اشغل وضع التجفيف او بمعنى اصح انه بيسحب الرطوبه من الجو، اما السوبر جيت ده عشان اشغل التبريد السريع، والستوب عشان اوقف تشغيل التكييف. اما التايمر ده بتحكم في وقت التشغيل وبحدد الاوقات المختلفه، ساعه ساعتين 3 أو 5 عشان يقف تلقائي. اما لما افتح الريموت هلاقي عندي هنا اول زرارين بيشرحوا السوينج، وده عشان احرك الريش يمين وشمال او فوق وتحت. اما الايكو هنا ده الوضع الموفر للطاقه، والفان عشان اشغل المروحه. اما الجزء ده متعلق بالتايمر عشان اغير في الوقت اللي انا عايزه، والكلين عشان اشغل وضع التنظيف التلقائي. الديسبلاي هنا عشان اشوف او اخفي المعلومات اللي على الشاشه، اما ريسيت عشان ارجع كل الاعدادات للوضع الافتراضي، وكلوك هنا عشان اظبط الساعه بتاعتي. اما بالنسبه لزرار ماي اريا ده عشان اوجه السوينج بتاعي يكون في انهي منطقه من اللي انا قاعد فيها في المكان، بحيث ان هو يوجه الهواء ليها اكتر. اما الزرار ده عشان اشغل وضع البلازما اللي بيكون مسؤول عن تنقيه الهواء. اتمنى يكون الشرح ده وضح لك كل حاجه، ولو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات.